قلة الأدب مفيش أسهل منها، والظلم حضرتك مش هتفكر له كتير، أصل مش حضرتك اللي هتفكر ساعتها، ده شيطانك هو اللي هيفكر لك. أما بقى الصعب هو الصبر، هو كظم الغيظ، هو ان انت تدفع السيئة بالحسنة. فاللي يجيلك بقى ويقولك انت ضعيف عشان معرفتش تاخد حقك بدراعك، اعرف وتأكد انه من شياطين الانس. ليه؟ لان ربك سبحانه وتعالى اللي خلقني وخلقك قال لنا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. فحضرتك عرفت تجيب حقك بالظبط من غير ما تشتم، من غير ما تظلم، خلاص خير وبركة، جميل جدا. إنما بقى لو ما عرفتش، قدامك حل من اتنين: يا إما إن أنت تاخد حقك تالت ومتلت زي ما بيقولوا، وفي الحالة دي هتخش في فئة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي فئة الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. أو ان انت تصبر، ان انت تعفو، ان انت تدفع السيئة بالحسنة، وفي الحالة دي هتخش في الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأجره على الله. يعني ايه؟ يعني ربنا هيجيب لك حقك تالت ومتلت في الدنيا او في الآخرة، المهم مش هيضيع حقك، وفي ايدكم الاختيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.